بس قبل ما نكمل في الحلقات الجايه لازم تفهم حاجه مهمه جدا. التحول ده مش قرار سفر، ده تحول نظام حياه كامل، من موظف لمتحكم في مكانه، لمتحكم في شغله، من شخص مربوط بمكتب لشخص مربوط بمهاره، من دخل محلي لدخل عالمي. استنى خليك معايا لاخر لحظه، ولو انت حاسس ان الكلام دوت قريب منك او حتى غريب عليك فدوت طبيعي، مفيش مشكله، لاننا بنكسر طريقه تفكير اتربينا عليها لمده سنوات. في الحلقه الجايه هنبدا نسال سؤال مهم جدا: هو ايه اصلا الديجيتال نوماد او الرحاله الرقميين؟ وهل دوت فريلانسر ولا دوت موظف ولا دوت صاحب بيزنس ولا دوت ايه بالظبط؟ وساعتها الصوره هتبان اكتر واكتر. لحد هنا خليني اسيبك مع فكره واحده بس، وهي مش لازم تسيب شغلك عشان تبقى ديجيتال نوماد، بس لازم تبدا تفكر بعقليه الديجيتال نوماد عشان تفضل شغال اصلا في المستقبل. لو وصلت لحد هنا فانت مش بتتفرج على محتوى، انت داخل تغير طريقه تفكيرك. وفي الحلقه الجايه هنفكر اكتر في ازاي ان انت تتحول لتبقى ديجيتال نوماد. ما تنسوش تابعوا صفحات دكتور ايميجريشن، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو الحلقه دي عجبتك شيرها مع اصدقائك عشان اكيد في ناس كتير هتفيدها السلسله ومهتمين ان هم يبقوا ديجيتال نوماد. شكرا لكم.